السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم عليكم. بدأنا مع بعض في كورس الحلويات الشرقية، وبدأنا بأول فيديو كان عن انواع الكنافة، وعملنا مع بعض انواع كتيرة من الكنافة، والحمد لله لقيت اعجابكم، وبتشكركم جدا على تعليقاتكم الحلوة. النهاردة جمعت معاكم كده كام وصفة للبسبوسة، بما انها من اهم الحلويات اللي احنا بنحاول نعملها في رمضان. ان شاء الله هعمل معاكم النهارده اكتر من وصفه باكتر من طريقه. ان شاء الله كلها متجربه، وكلها جميله جدا وممتازه، وهقولك ازاي تعمليها وتطلعيها بنفس النتيجه اللي انت شايفاها كده في الفيديو لاسرتك ولاولادك. النهارده ان شاء الله هقولكوا كل التريكات والحاجات اللي انت محتاجاها تعمليها في البسبوسه عشان تنجح معاكي وما تفشلش منك. هنعمل بسبوسه اسكندراني، هنعمل هريسه دمياطي، وهنعمل كمان بسبوسه ساده بطريقه المحلات، وكمان بسبوسه بيتي. كمان هنعمل الرواني للناس اللي مش بتحب البسبوسة او بتحس ان هي تقيلة. وصفة الرواني من اسهل واخف الوصفات من طرق البسبوسة، او تعتبر بسبوسة كده خفيفة وهادية. هعمل معاكم النهاردة كل الوصفات دي بكل المقادير المظبوطة تماما. اتمنى تتابعوا الفيديو، واللي بيشوف قناتي لأول مرة اتمنى ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل اللايك، وما تنساش تعليق حلو منك يدعمني ان شاء الله عشان اقدم لكم الفيديوهات الجديدة بإذن الله. هبدأ معاكم النهاردة من ألذ الوصفات، اللي فعلا اللي هياكلها هيحس فعلا انه جايب حاجة من بره من المحل متكلفة، ومعمولة شغل محلات على التمام، يعني حاجة مظبوطة. ومن حاجات او من الوصفات اللي لو اول مرة بتعملي بسبوسة انصحك ان انت تجربيها، علشان ان شاء الله بإذن الله نسبة فشلها او مشاكلها قليلة جدا. هي البسبوسة الاسكندراني. في بولة هنا كده نزلت بيه 400 جرام من السميد، اللي هما تقريبا كوبايتين وربع من السميد الوسط. عليهم كده 100 جرام من دقيق القمح اللي هو متعدد الاستخدام، دي اللي احنا بنستخدمه العادي. 100 جرام بس، اللي هي كوباية يعني الا معلقتين تقريبا. نص كوباية كده من جوز الهند الناعم، وكمان كوباية من السكر الابيض الناعم اللي مش مطحون ولا سكر تموين. يا جماعة السكر الخشن مش هينفع معانا، والسكر المطحون مش هيمشي معانا برضو في الوصفة دي. احنا عايزين سكر ابيض ناعم اللي احنا بنجيبه من المحل. رشة خفيفة خالص من الملح علشان تظبط معايا الطعم. هي دي كده المكونات الجافة اللي انا محتاجاها. يبقى كوبايتين وربع سميد، 3/4 كوباية دقيق، نص كوباية جوز هند، كوباية من السكر الابيض الناعم اللي مش مطحون. تمام. هجهز بقى عندي السوائل. عندي 100 ملي من الحليب اللي هو تقريبا نص كوباية، زيهم بالظبط نفس المقدار من السمنة، وكمان 2 معلقة كبار من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز يا جماعة من الحاجات الأساسية في البسبوسة. طب أنا مش عندي، هو أولا بدي النتيجة التمام يعني. مش عندي ايه البديل بتاعه؟ هيكون معلقتين كبار من عسل النحل. مش موجود عندي لا ده ولا ده. هبدلهم بإيه؟ هبدلهم بمعلقتين كبار من السيروب بتاع الحلويات او شربات الحلويات اللي احنا بنعمله، بس يكون قوامه تقيل، اللي هو الشربات التقيل البارد اللي احنا بنستخدمه. تمام. طيب هضيف بقى دلوقتي السوائل اللي احنا جهزناها لوحدها على المواد الجافة اللي احنا جهزناها في الاول، وبس كده. وتخيلوا ان كده الوصفة خلصت معانا. تكون اجمل والذ وصفة بسبوسة جربتوها ان شاء الله، وهتعجبكم جدا جدا جدا. بصي طعم البسبوسة دي بيبقى في حتة تانية خالص يعني، واي حد مبتدئ هيقدر يعملها. قوام البسبوسة معايا شايفين بيلف في ايدي كده، بقدر اكوره. لا هو سائل جدا ولا هو مفرفت. شايفين قوامه بالشكل ده كده معايا. وصلنا لكده وقلبنا بالمعلقة تقلبتين 3، مفيش اكتر من كده. هجيب صينية مقاس 26 او مقاس 28. هحط فيها بقى الخليط بتاعي. حابة تدهنيها بالسمنة اوكي، حابة تحطيه عادي على طول مفيش مشكلة. هبطط بقى الخليط بتاعي، هفرده وهوزعه كده في الصينية، وهفرده بشكل متساوي. البسبوسة الاسكندراني بصراحة من ألذ وأطعم وأسهل أنواع البسبوسة اللي انت ممكن تعمليها لو انت أول مرة تدخلي المطبخ، أو لو البسبوسة بتفشل منك. الطريقة دي بتبقى حلوة جدا وأشبه طعم بالبسبوسة اللي احنا بنجيبها من المحلات. بفرد كده البسبوسة بتاعتي. هي بتبقى قوامها ملزق كده سنة خفيفة، فممكن تدهني على ايدك دهنة خفيفة من السمنة وتعملي بيها. في الاخر بجيب كده ظهر معلقة وبمشي بيه على وش الصينية، وبساوي الوش عشان يطلع معايا متناسق وشكله جميل. اهتموا يا جماعة بشكل الحاجة، عشان برضو ممكن يكون حاجة طعمها حلو بس شكلها مش مقبول، فبتقفل كده الواحد منها شوية. فالاهتمام بالشكل عندنا لا يقل عن الاهتمام بالطعم. سويت الوش كده بظهر المعلقة وظبطته كده، وبقت عندي كلها
مستوى واحد بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. هاجي بقى بالسكينة وهبدأ احددها. انا ما بنزلش بالسكينة للاخر، انا بحدد بس ايه تقطيعة الصينية هتبقى ماشية معايا عاملة ازاي، يعني تقريبا لنص المقدار كده، ده وهي لسه نية قبل ما تدخل الفرن. عايزة بقى تزينيها بأي حاجة عندك تبدأي تزينيها، مش عايزة تزينيها وعايزة تعمليها سادة براحتك. أنا هنا زينتها بالسوداني، يعني المتوفر عندك بقى بندق، لوز، أي حاجة. أنا حطيت كده أنصاف من السوداني بالشكل ده، طلعت معايا حلوة جدا. دخلتها فرن مسخن على 180 درجة، هتقعد معايا كده في الفرن لمدة 35 دقيقة. السيرب بقى بتاعها هنا جبت كوباية مية عليها كوباية ونص من السكر، وحطيت عليهم شريحتين كده من الليمون ورفعتهم على النار تقريبا كده لمدة 10 دقايق بعد الغليان، وطفيت عليهم. خلاص بسيبهم بقى على جنب يهدوا شوية سنة كده، وبحط فيهم ورقة كده من الفانيليا علشان تديني طعم حلو في البسبوسة. بالشكل ده كده بشيل بقى شرايح الليمون. يعني انا ببدأ اجهز السيرب ده قبل ما البسبوسة تطلع من الفرن ب10 دقايق، بحيث ان البسبوسة تطلع معايا سخنة والسيرب بتاعي سخن. طلعت معايا بالشكل الجميل ده، ما فتحتش عليها الشواية، هي ال35 دقيقة كانت كافية جدا ان الوش كمان ياخد اللون الحلو ده معايا. لو انتي فرنك مدلهاش اللون المناسب تقدري في اخر دقيقتين بس تفتحي الشواية تاخد معاكي لون، وخلاص على كده. بس السيرب، وببدأ بقى اعيد على التقطيعات اللي انا مقطعاها تاني بالسكينة علشان تقبل معايا وتمتص معايا السيرب. النوع ده بيحتاج وقت شوية على ما يمتص معايا وياخد معايا المقدار اللي انا عاملاه كله. فهي مش زي البسبوسة العادية، ما تخافيش وما تقوليش ان هي طردت الشربات، لا بس اصبري عليها دقيقتين كده 3. وانا بعمل تكه كده ان انا بحط السيرب ده وبدخلها بقى الفرن، احنا طافين الفرن خلاص والفرن بقى دافي، بسيبها بقى في دفء الفرن حوالي 10 دقايق بتكون اتشربت معايا تمام بالشكل ده، وبتطلع معايا شكلها تحفة واخدت السيرب بتاعها الممتاز الكافي منها. آه هنا كده كانت كفايتها بعد 10 دقايق، واتبقى معايا قيمة معلقتين كده حساهم على وش الصينية مش مريحيني، فبعمل ايه؟ ببدأ اصفيهم من عليها. ما تفكريش ان هي كده طردت السيرب ولا اي حاجة، لا ده عادي جدا وبيحصل في محلات الحلواني ان هم بيسقوا الصواني والصينية تاخد كفوها وبعد كده اللي بتبقى منها بيتصفى. شايفين اللي نزل منها يدوب معلقة او 2 مش اكتر من كده. في الاخر بقى بجيب كده معلقه صغيره من السمنه البلدي وببدا امشي بيها على وش الصينيه بتاعتي، بتديلها لمعه حلوه وكمان طعم حلو وريحه حلوه، وشكلها بيبقى في الاخر بالمنظر التحفه اللي انتوا شايفينه ده. بجد بجد من اروع الوصفات اللي ممكن تجربوها، وان شاء الله تعجبكم وتنجح معاكم الوصفه ديت. الوصفه التانية اللي احنا نعملها مع بعض النهارده ان شاء الله، وهي البسبوسه العاديه اللي احنا عارفينها او متعارف عليها في كل بيت، او بسبوسه الحليب. البسبوسة ديت سهلة جدا وطريقتها جميلة جدا ومميزة، وطعمها ولونها بيبقى جميل ومميز جدا، وكمان الوصفة ولا أسهل من كده، بجد حلوة جدا وسهلة وتعمليها معايا بكل بساطة. مرملة وناعمة ودايبة، وان شاء الله ان شاء الله هتلاقي كل مكوناتها متوفرة عندك في البيت. النهاردة اول حاجة هنحضرها مع بعض وهي الشربات او السيرب او القطر بتاع البسبوسة. النهاردة انا هعمل كيلو من السميد، استخدمت عليه لتر من المية، وحطيت عليه نص كيلو من السكر و2 معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. برفعهم بقى على النار دول كده في الاول. بعد كده بمقادير بقى سهلة وبسيطة، تعالوا شوفوا عملناها ازاي. جبت عندي هنا كوباية كده من السمنة، وياريت تكون سمنة بلدي عشان هي دي اللي بتدي طعم حلو للبسبوسة بتاعتنا وبتخليها في حتة تانية. عندي كوباية سمنة بلدي بتكون بدرجة حرارة المطبخ، لا هي سايحة ولا هي جامدة. عليهم 600 جرام من السكر الأبيض الناعم الحبيبات، زي ما قلت لكم قبل كده ده سكر ناعم زي ما انتم شايفين كده أبيض، مش بتاع تموين ولا سكر مطحون، لازم حباية السكر تكون ناعمة، غير كده مش هيمشي معايا. بحطهم كده مع بعض وابدأ يعني بصوا افركهم كده وابسهم كأني هعمل حلويات بايدي كده. عندك مضرب اوكي، بس انا شوفوا انا عاملها النهارده بايدي عشان تبقى سهلة جدا واي حد يقدر يعملها بايديه.
بدخل السكر كده في السمنة وبديلهم تقلبتين كده مع بعض لما لون السمنة يفتح، وبحس ان السكر بدأ يدوب معايا ويهيش شوية. تقدري زي ما قلتلك تعملي المرحلة دي كده بإيدك، او تعمليها بالمضرب الكهربائي، بس ما تزوديش قوي. بعد ما لون السمنة يفتح معايا شوية واحس ان السكر تداخل كده، هضيف عليها كيس من البسبوسة او دقيق السميد. هنا كيلو كامل من دقيق السميد. طبعا تقدري تقسمي المقدار ده على 2. انا عاملة كمية كبيرة لان طبعا كنت ناوية ان انا اوزع منها على الحبايب وكده، فعملت كمية كبيرة. كل اللي باعمله دلوقتي ان انا باقلب بقى السميد مع الخلطة اللي احنا عملناها من السمنة والسكر، وهبستهم مع بعض كويس جدا. وهنا بقى مرحلة بس البسبوسة. شايفين شكل البسبوسة وريحتها بقى في المرحلة دي تحفة، بجد بجد تحفة. هنضيفها هما كوبايتين من الحليب، هما 450 مللي بالظبط من الحليب، يعني تقريبا كوبايتين. زي ما قلت لكم احنا بنشتغل معايير تقديرية بالكوباية بس. يفضل ان انت يكون عندك ميزان ووزنة الحاجات اللي احنا بنقولها عادي عشان تطلع معاكي النتيجة مظبوطة تماما زي ما انت شايفاها في الوصفة بالظبط. متجيش تقولي هو قالت تقريبا فانا هقول تقريبا زيها، لا، انا بقولك حاجة تقريبية عشان لو نفسك تعملي وصفة قوي، ولكن يفضل عشان تطلعي نتيجة مظبوطة تمام زي ما انت شايفاها في الفيديو، تعملي بالمقادير المعيارية او اللي هي بالميزان. فانا عندي 450 ملي من الحليب الفاتر بدرجة حرارة المطبخ، لا هو بارد ولا هو ساقع. جهزت الصواني بتاعتي بقى وبدهنها دهنة حلوة كده محترمة من السمنة. وبعد كده ابدأ اجهز. وبعد كده ببدأ اصب المقدار بتاع البسبوسة المناسب لكل صينية. بالتقدير كده حسب ما انتي بتبططي وايدك حاسة بيها، يعني سمك الصينية ما يزيدش عن نص سنتي. ده السمك الجميل المظبوط للبسبوسة. ببل ايدي كده دهنة خفيفة كده من السمنة وبمشي بيها على وش البسبوسة وبساوي الوش بالشكل ده كده، وفي الاخر بديلها خبطتين كده على الترابيزة عشان تطلع معايا مظبوطة من كل ناحية. تمام. حابة تسيبيها بقى سادة، حابة تزينيها بمكسرات، انتي وراحتك. الوصفة دي سهلة جدا للناس المبتدئين اللي مش عايزين يعني يتعبوا على البسبوسة ويعملوا حاجة سريعة وسهلة. الكمية بتاعتنا هنا الكيلو عمل لي صاج كبير 30 في 40، وعمل لي صينية كمان تانية مقاس 28. فما شاء الله الكمية محترمة يعني. فلو انت هتقسمي الكمية على 2 هتعمليها بس في صينية مقاس 30 هتطلع معاكي مظبوطة جدا. اهم حاجة بنسوي الوش كده ونبدأ بقى نزين بأي نوع مكسرات انت عايزاه، او ممكن تسيبيها سادة. المرحلة دي الفرن بتاعي ساخن على درجة حرارة 180. هدخل بقى في الصواني بتاعتي، والسيرب بتاعنا خلاص جاهز زي ما انتم شايفين كده ودافي. خلصناه رفعناه طبعا على النار، قعد حوالي 10 دقايق، وبعد كده بدأنا نسقي بيه البسبوسة بعد ما طلعت من الفرن. السيرب دافي والبسبوسة دافية. نجاح البسبوسة لما تشرب معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه ده، مجرد ما بحط معلقة السيرب بتختفي معايا تماما. ده من علامات نجاح البسبوسة. لما تلاقي البسبوسة بتعمل معاكي كده اعرفي ان انتي عاملة وصفة ناجحة 100%. لونها، تحميرها، شكلها تحفة بجد بجد، من اجمل الوصفات اللي ممكن تجربيها، ومن اسهلها على الاطلاق بدون اي افتكاسات او مكونات او طرق. بصراحة ناجحة جدا جدا ما شاء الله، وشكلها ولونها تحفة. البسبوسة دي يفضل ان هي تبقى رقيقة يعني. يعني بصوا، شايفين بقى شكل البسبوسة اهي هتقطعها مع بعض. لونها من فوق زي لونها من تحت، وقوامها كده جميل، وسمكها كمان رقيق كده وحلو. اما النوع التالت بقى من البسبوسة اللي بحس يعني هي دي اكتر نوع مقرب الى قلبي من النوع اللي فات، كمان طعمها وقوامها بالنسبة لي انا يعني بتبقى مرملة زيادة سنة عن اللي فاتت. يعني بصراحة انا احب الوصفة دي اكتر واحبذها اكتر يعني. عندي هنا نص كيلو من السميد، معايا 3/4 كوباية حليب اللي هي 170 مللي من الحليب. نص كوباية من جوز الهند الناعم، 3/4 كوباية من السمن. يعني دايما السمنة قد الحليب بالظبط في البسبوسة. معايا 125 جرام سكر، يعني تقريبا نص كوباية من السكر. معلقتين كبار من عسل الجلوكوز.
هنعمل دلوقتي ايه؟ هناخد الحليب بتاعنا نسخنه على النار، وهنحط كده نص كوباية السكر، وهضيف عليها معلقتين كبار من عسل الجلوكوز، وبعد كده هندوبهم في الحليب. الخطوة دي تقدري تعمليها كلها على النار، يعني تقدري كده في بولة تحطي نص كوباية السكر، نص كوباية الحليب او 3/4 كوباية الحليب، ومعاها معلقتين عسل الجلوكوز، وتديلهم غلوة على النار، وبعد كده نستخدمهم. ولكن انا يعني بفضل ان انا اعملها بعيد عن النار، بحيث ان اللبن ما يغليش مني قوي. ولكن زي ما قلت لك تقدري تعملي الخطوه دي كلها على النار. انا هنا غليت اللبن وقلبت فيه العسل والجلوكوز والسكر في حاجه كده، وسبتهم على جنب يهدوا معايا شويه. السمنه هبدا بقى هنا اسيح السمنه بتاعتي، بس مش تقدح، يا دوب تبقى دافيه، وهنزل بيها على السميد اللي عندي. هقلب بيها البسبوسة. الطرق كتيرة، بس الفكرة في الآخر المضمون معايا ان البسبوسة يا جماعة لازم تنزل على السمن والسكر الأول، ما بنحطش السوائل إلا في الآخر عشان ما تعضمش معايا وتطرد منك الشربات وانت بتسقيها في الآخر. الناس اللي بتشتكي ان البسبوسة بتعضم منهم بعد ما تطلع من الفرن وتطرد الشربات، ده بيكون ليه أسباب كتيرة. أولها ان انت قلبتي البسبوسة كتير في السوائل وانت بتجهزيها. تاني حاجة النوع البسبوسة نفسه، انت ممكن تكوني جايبة بسبوسة واخدة رطوبة في المحل، او انت جبتي دقيق البسبوسة وعينتيه في التلاجة. دقيق البسبوسة يا جماعة ما يدخلش التلاجة، دقيق البسبوسة يفضل بره، وتتأكدي ان انت جايباه من مكان كويس وما يكونش مركون، ده برضو بيخلي البسبوسة تعضم. تالت سبب ان هو حرارة الفرن بتاعتك مش مظبوطة، ان البسبوسة طولت في الفرن زيادة عن اللزوم فعضمت معاكي وطردت منك الشربات. فدي 3 اسباب خلي بالك منهم وانتي بتعملي البسبوسة عشان تطلع معاكي ناجحة. انا ضفت هنا كده 1/4 معلقة صغيرة من البيكنج باودر بعد ما قلبت الجوز الهند والسميد والسمنة مع بعض كويس قوي ومكستهم تمام. بضيف 1/4 معلقة بس من البيكنج باودر، دي بترفع معايا البسبوسة وتديلها كده هيشان كده خفيف، وتطلع معاكي مرملة وطعمها حلو. في المرحلة دي بقى خلاص الحليب بتاعي كده بقى دافي، بنزل بيه بقى على خليط البسبوسة، وببدأ بقى اقلبه تقليبة سريعة، مجرد ان هو يتجانس معايا بس مع السميد بالشكل ده يبقى معايا تمام جدا. زي ما انتم شايفين بالشكل ده تقلبتين 3 بس كده اتأكدت ان كل المواد الجافة عندي اختلطت، يبقى كده معايا تمام. في صينية كده مقاس 32 هعمل لها بقى كده كفر حلو علشان البسبوسة متلزقش مني. لو تلاحظوا وانا بحط السمنة كنت سبت معلقة كده في الاخر محطتهاش، ضفت عليها معلقة من الطحينة ودهنت بيها الصينية، دي بتدي طعم حلو للبسبوسة، بتخلي البسبوسة تخرج معاكي بسهولة، وكمان بتغطي الصينية كويس وبتدي تحميرة حلوة للبسبوسة. مفيش عندك خلاص مفيش مشكلة، هندهن بس سمنة زي ما عملنا في الوصفات اللي فاتت. بنزل بقى بالخليط بتاعي زي ما انتم شايفين قوامه، يعني هو لا هو سائل قوي ولا هو متماسك زي البسبوسة الاسكندراني، ما بين دي وما بين دي. ببدأ بقى افردها كويس كده بايديا، وبعدين بخبط الصينية كده خبطتين 3 على الرخامة علشان تطلع معايا سطحها متجانس وكويس. ببدأ بقى دخلتها الفرن على درجة حرارة 180، وهتقعد معايا 35 دقيقة، طبعا بدون ما افتح الشواية. بتاخد معايا لون حلو. اما السيرب بقى الكمية دي هيبقى معايا 1.5 كوباية من المية عليها 1.5 كوباية من السكر، وكمان هنحط 2 معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. وهنرفع طبعا العسل بتاعي بقى على النار، والبسبوسة كده في نص المدة بتاعتها علشان العسل بتاعي يفضل دافي لما البسبوسة تطلع معايا من الفرن. في اخر المدة كده ضفت يعني ذرة خفيفة خالص من ملح الليمون، بتفتح معايا لون العسل، لان كنت مستخدمة سكر تموين. في المرحلة دي خلاص البسبوسة بتاعتي طلعت من الفرن بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده، ولونها الذهبي الممتاز ده. يعني هي البسبوسة بتاخد درجة ازيد كده في التسوية سنة يعني. ببدأ على طول كده بالكبش اسقي، والشربات بتاعي سخن والبسبوسة كمان سخنة، شايفين شكلها السيرب بينزل عليها كده، بصوا بيتجانسوا مع بعض بيبقوا حاجة تانية يعني.
نزلت بكل الشربات زي ما انتم شايفين. وعايزين زي ما قلت لكم في الوصفه اللي فاتت، عايزين نتاكد ان البسبوسه بتاعتنا ناجحه، نبص على السيرب واحنا بنحطه عليها عن قرب كده. تعالوا شوفوا معايا السيرب عامل ازاي اهي بتتشرب. بصوا بيختفي يعني سبحان الله كده سحر اهو. شربت السيرب بتاعها في ثواني وخدت اللون الذهبي التحفة اللي انتوا شايفينه ده، بجد من دون مكسرات وبدون اي حاجة. من اجمل الوصفات المحببة الى قلبي حقيقي. بحطها بس في الفرن بعد طبعا مطفي دقيقتين كده بعد ما تشرب السيرب بتاعها، وبعدين بطلعها ادهن وشها كده بمعلقة من السمنة البلدي واغطيها واسيبها بقى مع نفسها كده ساعتين 3 5. لو باتت لتاني يوم يا ريت حد يستنى، بتبقى اجمل واجمل كمان. ودي فعلا من اكتر الوصفات البسبوسة المحببة للقلب. اخر وصفة بقى هنعملها مع بعض النهاردة للناس اللي ملهاش في الحلو الزايد عن اللزوم بتاع البسبوسة. ناس بتحس ان البسبوسة سكرها زيادة عليها او ان هي تقيلة في الاكل من كتر السمن والسكر. هنعمل مع بعض وصفة النهاردة سهلة جدا وبسيطة وبديل للبسبوسة، وهي وصفة الرواني. هنا حطيت ايه؟ حطيت كوباية من السميد، عليها كوباية من الدقيق، نص كوباية من الجوز الهند، ونص باكو من البيكنج باودر، معلقة يعني نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. في الخلاط حطيت كوباية سكر، تلتين كوباية سمنة، وعلبة زبادي حطيتها مرة زبادي بالشكل ده، وبعدين مليتها حليب وأضفتها حليب. يبقى العلبة الزبادي الدانون الصغيرة دي ضفتها مرة زبادي ومرة حليب. بعد كده بضيف على الخليط بتاعي ده 3 بيضات كله كده في الخلاط، ودي طبعا حاجة سهلة جدا وسريعة. بضيف طبعا على البيض هضيف الفانيليا بالشكل ده كده، واضرب الخليط بتاعي في الخلاط، ومفيش اسهل ولا اسرع من كده. وهضيفه على المواد الجافة بتاعتي اللي هي كانت كوباية من الدقيق، كوباية من السميد، نص كوباية من جوز الهند، وهنقلبه مع بعض. هي بتبقى شبه الكيك وطعم البسبوسة مرملة كده زي البسبوسة، وحاجة لطيفة كده وخفيفة وظريفة وسريعة، وأي حد يقدر يعملها بدون ما يعرض نفسه لمشاكل البسبوسة. يا ترى هتنجح معايا ولا لأ؟ حركة زيادة بحب أعملها فيها عشان أنقلها بقى من حتة الكيكة لحاجة كده مميزة. بضيف معلقتين كده من الكراميل، طبعا ده جاهز، تقدري انتي تجيبي يعني تعملي الكراميل في البيت. هنحط معلقتين من السكر كده في الصينية ونرفعها على النار لحد لما يتحرقوا معايا كده يعني يكرملوا، واضيف لهم معلقة من الزبدة وربع كوباية او نص كوباية من الحليب، وكده الكراميل بتاعي جاهز. بدأت اضيف هنا شرايح من الاناناس الكمبوت. تقدري تضيفي اي نوع فاكهة انتي بتحبيه. الاناناس هنا كان حلو جدا وكان طعمه متوافق جدا معاها، فكانت حلوة قوي. بعد كده بضيف عليه بقى خليط اللي احنا عاملينه بتاع الرواني. الصينية دي يا جماعة مقاسها 28. في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180. بدخل بقى الصينية بتاعتي وبتقعد معايا 35 دقيقة وبتطلع ممتازة جدا. بعد 35 دقيقة بتطلع معايا الصينية بتاعتي بقى من الفرن. بقلبها بتتقلب معايا بمنتهى السهولة. ببدأ أزينها كده بحبات من الكرز. التزيين ده بقى اختياري. وبحط عليها كده شوية من الجوز الهند، وبعد كده بسقيها بشوية من السيرب التقيل البارد اللي احنا كنا عاملينه في حلقة البسبوسة. تاخد لها تقريبا كوباية من السيرب او حسب درجة التحلية اللي انت تحبيها. اخر وصفة بقى معانا النهاردة وهي الملكة بتاعت الحلقة النهاردة او ملكة الفيديو، وهي الهريسة الدمياطي. هنعملها مع بعض بمنتهى السهولة، وهتطلع معاكي زي أجدع أجدع حلواني، وأطعم وألذ كمان لأنك هتعمليها في البيت بإمكانياتك انتي وبسمنتك النظيفة الحلوة، فهتطلع معاكي طعم ولا أحلى من كده. كل اللي احنا هنحتاجه معانا النهاردة في وصفة الهريسة، احنا هنحتاجه النهاردة معانا في وصفة الهريسة وهو نص كيلو من دقيق السميد الوسط. طبعا ده احنا مستخدمينه في كل وصفاتنا اللي فاتت. 3/4 كوباية سمنة مذابة. يبقى لو تلاحظوا ان احنا نص كيلو سميد دايما وابدا بياخد 3/4 كوباية من السمنة. بتختلف بقى السمنة باردة، سمنة دافية، سمنة سخنة،
مفيش اكتر من كده، اختلافات بسيطة ولكن في الاخر النتيجة بتبقى مميزة يعني، او بتفرق من وصفة للتانية. السمنة هنا دافية خالص وسايحة، ضفتها كده على السميد وقلبتهم مع بعض، وبعد كده حطيت نص كده كوباية من جوز الهند الناعم، وبدأت افركهم مع بعض او ابسهم مع بعض بالشكل ده كده، بحيث ان كل حبيبات السميد تختلط معايا كويس جدا بالسمنة. في المرحلة دي كده بضيف 3 معالق من السكر الحبيبات العادي. ما تكتريش بقى سكر عن كده، يعني ممكن معلقتين او 3 بالكتير. السكر يكون حبيبات ناعمة، ما يكونش سكر خشن، واقلبه كويس في السميد. ما تكتريش سكر علشان البسبوسة او عشان الهريسة هنا ما تشدش معاكي وتخشب منك، وتيجي تطلعيها هتبقى صعبة جدا وانتي بتطلعيها. احنا كده ماشيين زي البسبوسة عادي. هتنقل معانا بقى الهريسة ازاي؟ بالاضافة دي المكون ده هو اللي هيخليها معاكي احلى هريسة. وهو ايه؟ هو الكراميل. ده صوص كراميل جاهز. طبعا هو سعره رخيص جدا، يعني هو كان سعره رخيص بس مستلزمات الحلواني بقت اسعارها يعني بصراحة عالية قوي، ولكن يزال من ارخص الصوصات الموجودة عند مستلزمات الحلواني. بضيف كده من 3 ل4 معالق كبار من صوص الكراميل الجاهز. طبعا ممكن انت تعمليه في البيت، وقلتلكوا بنعمله ازاي بمنتهى السهولة في البيت. بضيف 3 معالق او 4 معالق كبار من صوص الكراميل فوق الخليط بتاعنا ده، وببدأ ابس الخليط بتاعي كويس، ولكن اراعي ان انا يعني ما افرطش قوي في موضوع البس ده، علشان الدقيق ما يعملش معايا عرق وتبوظ معايا الوصفة وتشد معايا زيادة عن اللزوم. تمام. مجرد متأكد ان خلاص كلها اختلطت كده مع بعضها، بقى في صينية كده مقاس 26. ببدأ اضيف الخليط بتاع البسبوسة بتاعتنا، والصينية طبعا تكون مدهونة كويس بالسمنة. بفرد كده الخليط وهو مفرفط كده في الصينية، وتأكد ان تقريبا كلها بقت يعني كلها متساوية الى حد ما. هنبدأ نضيف عليه بقى البشر البندق. طبعا هريسة ما تنفعش تبقى سادة، الهريسة لازم بشر بندق. شوية كده من بشر البندق، وببدأ أوزعهم كده بشكل متساوي على وش الصينية بالمنظر ده كده. طبعا ريحته وشكله وطعمه حاجة تانية. السمنة البلدي اللي احنا حاطينها يعني شايفين بقى، يعني هي صحيح ما عادش حاجة النهاردة زي ما قلت لكم رخيصة، كل حاجة بتكلف، ولكن حاجة البيت هتبقى أحلى وأطعم وألذ، وأكيد أكيد أكيد أوفر كمان من بره. بظهر المعلقة كده ببدأ أدمج بشر البندق كده في الهريسة بتاعتي، وتدخل معاها كويس جدا. وببدأ بقى أساوي كويس وأكبس الوصفة بتاعتنا كويس جدا. زي ما انتم ملاحظين ان الهريسة عندي ما خدتش اي سوائل خالص، هي بتعتمد معايا اعتماد كلي على الثلاث او 4 معالق من صوص الكراميل اللي احنا حطيناه، مفيش اكتر من كده. فاحنا بنضغط بقى عليها كويس كويس جدا بظهر المعلقة كده، ومشي كويس واساوي السطح، وبدخلها فرن 180 درجة. بتقعد معايا من 25 ل30 دقيقة وبتطلع معايا جاهزة. الهريسة عندي هنا بتاخد سيرب بارد مش سخن زي البسبوسة. دلوقتي هي المقدار ده بياخد معايا كوباية سكر عليها كوباية مية و3 معالق كبار من عسل وجلوكوز، بيقعدوا 10 دقايق على النار بعد الغليان، وبعد كده بستخدمهم. وبكده اكون خلصت معاكم النهاردة كل وصفات البسبوسة. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد ليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.